السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات، والنهاردة جاية لكم في فيديو جديد. حقكم عليا بقى، اعذروني هتلاقوا صوتي تعبان شوية، بس يعني بداية دور برد تقيل شوية كده. ادعولي كده اني اخف منه بسرعة وابقى كويسة، علشان بصراحة انا بكره البرد قوي، فالحمد لله على كل حال. المهم بقى، يلا نبتدي مع بعض كده الفيديو، نعمل أكلة بيكون طعمها تحفة وفي نفس الوقت بسيطة، مبتاخدش أي وقت خالص. أول حاجة حطيت معاكم مية كده مغلية، سبتها تغلي، وهنا بقطع معاكم بصلاية مكعبات كده صغيرة. مش عارفة بصراحة ايه اللي حاصلي الأيام دي، بستسهل كده ان انا امسك البصلاية اعملها على ايدي. بقعد اقول مش لسه بقى هطلع الكبة وارجع تاني اغسلها وارجعها وكده، فبعمل كده البصلاية سريع سريع على ايدي وخلاص يعني. كمان الاكلة دي احلى حاجة فيها هي تقطيعة البصلة مكعبات مش جوليان، يعني علشان تتحمر بسرعة وتبقى مش باينة في الاكلة قوي. قولولي بقى على بال ما نقطع البصلاية كده ونخلص مع بعض، قولولي عاملين ايه في الجو ده واخباركم ايه، وعاملين ايه مع الدور اللي ماشي للاطفال وللكبار ده. اهم حاجة يا جماعة نحاول ان احنا ما ناخدش مضاد حيوي من نفسنا كده. ولو اخدنا مضاد حيوي من نفسنا لازم نخلص كورس المضاد الحيوي كله، لان انا سمعت ان احنا لما بنكون بناخد مضاد حيوي ومش بنكمله، ده بيأثر علينا بعد كده، ومش بيخلي يعني اي تعب لا قدر الله بنتعبه، مش بيخلي العلاج يعمل المفعول بتاعه القوي. فلو حد هياخد مضاد حيوي لازم يخلص الكورس كامل لحد الاخر، يا اما ما ياخدهوش اصلا من الاول، ونمشي على العلاجات العادية يعني اللي هي معروفة بتاعة البرد. وانا عن نفسي بصراحة واحدة من الناس اللي يعني قريب قوي لما بدأت اخد علاج للبرد، يعني انا كنت بحب اسكت كده واكبر دماغي منه، اشرب حاجات سخنة، اعصر ليمون واشربه كده، اعمل اي حاجة غير اني اخد علاج. بس بصراحة انا من الناس اللي لما بيجيلها دور برد بيبقى صعب قوي 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 عليها، فالحمد لله على كل حال. ادعولي كده بالشفاء، وادعولي ان هو ما يتملكش مني قوي، علشان ما تعبش قوي يعني بيه. بس بقى هنا كنت قطعت معاكم البصلايه وحطيت كمان معاكم ليا، انا كان عندي ليا كده فحطيت معاكم ليا، وحطيت مع البصلايه كمان حوالي معلقه زيت كده. وكنت هعمل معاكم كمان سباكيتي، فانا بقسم السباكيتي على اتنين كده عشان تكون سهله معانا في الاكل، وبدات اني اسلقها. وحطيت بقى معاكم اللحمه المفرومه كده وهشوحها لحد ما تغير لونها خالص وتنزل العصاره اللي بتبقى فيها، وهنشوف مع بعض بقى هنعمل فيها ايه تاني. هتفضل ايدي فيها بقى كده وهشوحها، وبرضو ايدي في المكرونه. بس الاسباجيتي يعني انا مش بقلبها كتير قوي علشان ما تتكسرش، وفي نفس الوقت انا مش بسلقها لدرجة ان هي تبقى مسلوقة قوي يعني فتتكسر بسهولة وانتي بتقلبيها. في العموم المكرونة احلى حاجة انك تسيبيلها قطمة كده، بتدي طعم حلو للمكرونة وما بتحسيش ان انتي بتاكلي عجين يعني. بس بقى حطيت معاكم هنا قرن فلفل حامي. معلش انا اسفة. حطيت معاكم قرن فلفل حامي، وحامي او بارد في الاكلة يعني. في العموم اللي بيحب الحامي يحط، واللي بيحب البارد عادي يحط. وهبتدي بقى اقطع معاكم كده طماطم مكعبات صغيرة. هقطع حوالي 3 طماطمات كده صغيرين، مش اكتر من كده، لاني هحط معلقة صلصة معلبة آه، مع اللحمة. يعني انا هنا بعمل لحمة بولونيز، وهنا انا بحب قوي الطريقة بتاعتها دي، وبحسها كده خفيفة وحلوة. وبحب اعمل المكرونة صلصة واقلبها فيها واحط اللحمة كده على الوش. احنا بنحبها بالطريقة دي، مش بنحب نخلي اللحمة يعني نقلبها في المكرونة. لا، بعمل المكرونة عادي جدا، وبعمل اللحمة بالطريقة دي، وببتدي اني احطها على الوش.
إحنا كده يعني بنفضّلها أكتر وبنحسّها أخف في الأكل، بس في الحالتين هي بتبقى طعمها حلو أوي، أوي، وبصراحة أنا يعني من أحلى الأكلات اللي باحبها أوي. هنا بقى كنت خلاص قطّعت معاكم الطماطم وحطيت معلقة صلصة، يعني هي معلقة واحدة صلصة بس، وهاحط معاكم حوالي فصّين توم ومَيّة سخنة علشان أسيب بقى اللحمة تستوي فيها كده وكل المكونات دي تدخل مع بعض تاخد كده من طعم بعض وهابهّرها. بس كده حطيت بقى معاكم المَيّة السخنة وبدأت بقى أقلِّب كل المكونات كده في بعض وهابهّرها معاكم وبعد كده هاغطّي عليها وأوطّي عليها النار واسيبها بقى لحد ما أخلّص الأكل كُلّه حواليها. هاسيبها كده تاخد بقى وتدّي مع بعضها كده وتاخد غلوتين حلوين، والمكونات دي كلّها كده تدخل في بعض. أنا مش باحط لها غير ملح وفلفل أسود وجوز الطيب فقط لا غير. وطبعًا يا جماعة بالنسبة للناس اللي بتقول إن جوزة الطيب حرام، أنا يعني بصراحة مش عارفة ليه باحس إن هي مش حرام، يعني برضه إحنا بنستفتي قلبنا، بس في العموم أنا يعني باحط منها القليل اللي هو يا دوب يطعم، مش باكتر منها خالص. فبصراحة يعني أنا مش عارفة يعني ليه بُهار يكون حرام. لو حد بقى يعرف معلومة عن الموضوع ده كده يا ريت يقول لي عليها، وأنا فعلًا محتاجة أسأل فيها أكتر يعني، لإن أنا من الناس اللي بتحب جوزة الطيب جدًا، باحبها مع اللحوم وباحبها مع الفراخ أوي، أوي. ف باستعملها دايمًا، بس مش باستعملها بكمية كبيرة، لإن أنا أصلًا باحس إن هي لمّا الكمية بتاعتها بتكتر في الأكل، باحس إن هي بتمرّر الأكل مش بتبقى حلوة، يعني هي القليل بتاعها بيدّي طعم حلو. لكن نكتّر باحس إن خلاص يعني الطعم بقى ظاهر أوي في الأكل وممرّره. بس زي ما أنتم شُفتوا بقى كده هنا كانت بدأت تغلي كده وكل حاجة تدخل في بعضها، ف برضه وطّيت عليها النار خالص وغطّيت عليها، وجِبت هنا بقى معاكم طماطم علشان الصلصة، حطّيت معاهم توم وقرن فلفل حامي وضربتهم كده بالهاند بلندر معاكم. باستسهل لمّا باجي أضرب طماطم كده، فبصراحة باستسهل إن الهاند بلندر يعني، ومش بانزّل الخلاط أوي، إلا بقى لو هاعمل كمية كبيرة أو عصاير بكميات كبيرة. وقُلت برضه أقشّر معاكم بطاطس كده علشان أقلي جنبها بطاطس. بصراحة كنت عايزة أعمل سلطة، بس كنت خلاص مدروخة خالص بقى ومش قادرة أقف أكتر من كده، فما عملتش سلطة. اكتفيت بقى بالبطاطس كده جنبها وخلاص. صحيح نسيت أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، كل سنة وأنتم بخير، ويا رب دايمًا تعود علينا الأيام بخير. إحنا الحمد لله بدأنا في شهر رجب، ربنا يا رب يتقبل مننا صالح أعمالنا، ويتقبل مننا كل دعوة بنتمناها وكل دعوة بندعيه بيها. الأيام دي بتبقى جميلة أوي، أوي، ربنا يا رب، يا رب يجعلني من الناس اللي بتستغلها صح كده وتستفاد منها. ربنا يقرّبني ليه أنا وأنتم يا رب كده ويجعلنا دايمًا من عباده الصالحين اللي بيتقبّل دعواتهم وبيدّيهم كل حاجة بيتمنوها في الدنيا. آمم أتمنى كده إن أي حد بيشوفني يدعي لي دعوة بظهر قلب كده إن ربنا يفُك كربي ويرزقني الخير ويجعل لي كل اللي جاي في حياتي خير. بجد يعني يا رب كل حد يدعي لي دعوة حلوة كده تكون في ميزان حسناته، ويكون ليه بالمثل يا رب مثل ما دعا لي. ويا رب كل حد بيتفرج عليا ليه دعوة ليه أمنية ليه أي حاجة يا رب كده بيسأل ربنا بيها ربنا يحققها له يا رب ويتقبل دعواتنا كلنا اللهم امين يا رب كده. وبصراحة بحس ان الايام دي احلى ايام، ايام الخير كده، داخل علينا رمضان خلاص، رجب شعبان رمضان، الايام بتجري بتجري بطريقة فظيعة. بس الحمد لله يعني رمضان والايام اللي احنا فيها دي احلى الايام. قولولي بقى مين بدأ كده تفريزات لرمضان ومين لسه. بصراحة أنا حاسة إن رمضان ده مش ناوية أفرّز
حاجات كتير يعني، أنا حاسة إن كل حاجة ما شاء الله موجودة في السوق، يعني إحنا في شتا كل الخضار موجود، المحاشي موجودة، كل حاجة، كل حاجة حاساها موجودة، فمش حاسة إن أنا عايزة أفرّز حاجات على الفاضي وتبقى متلجة وخلاص، لأ يعني قولوا لي بقى مين هيفرّز ومين شايف زيي كده. وهنا بقى كانت اللحمة خلاص كده خلصت، ركنتها بقى على جنب، وحطيت معاكم معلقة زيت ونزلت فيها بمعلقة الصلصة، ومعروف إن برطمان الصلصة مش بنرميه بباقي الصلصة اللي فيها، بنحط فيه شوية مَيّة كده وناخد الصلصة اللي فيه وننزل بيها في الزيت برضه. زي ما انتم شايفين كده هاسيب بقى الصلصة المُعلبة الأول تغلي علشان لو فيها أي مادة حافظة أو كده تطلع منها، وبعد كده هانزل بقى بالطماطم اللي ضربتها معاكم، وهابتدي بقى أبهّرها كده معاكم. أنا باحط لها ملح وفلفل أسود بس، مش باحط لصلصة المكرونة أي حاجة تانية. أنا شُفت ناس بتحط لصلصة المكرونة ماجي ويعني بتحط لها بهارات كده غريبة، أنا مش باحبها خالص. فصلصة المكرونة بالنسبة لي هي توم وفلفل وملح وفلفل أسود وبس. هنا الصلصة بقى كانت خلاص غليت، أنا ما سبتهاش اتسبكت أوي بصراحة عشان كنا خلاص جوعنا. ف هاجيب بقى المكرونة معاكم كده وهاقلبها في الصلصة، وهاسيبها كده على نار هادية كده بسيط أوي، يعني أقل من 5 دقايق أحس إن هي اتشربت الصلصة كده، وهاغرف بقى معاكم الأكل. وكان الأكل ما شاء الله طعمه جميل وزي الفل، ما خدش وقت خالص، الأكل ده كله خلص في حوالي ساعة إلا ربع، اللي هو يا دوب على بال ما سلقت المكرونة وعملت اللحمة وقليت جنبها البطاطس. وألف هنا يا رب للي بياكل حاجة. بس كده زي ما انتم شايفين قلبت المكرونة، وده كان شكل اللحمة وده كان شكل الأكل بتاعي. وهنا خلاص كان الفيديو بتاعي خلص، ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، واعذروني على صوتي النهاردة ومستنية تشجيعكم. مع ألف سلامة.